معظم الناس اللي هي بتحاول تخس بيواجهها دايما مشكله، هو ان هم بيوقفوا في نص الطريق، وده بسبب شويه مشاكل هقول لك حلها ايه في الفيديو ده. لو انت عامل الدايت بتاعك مظبوط وعامل كل حاجه مظبوطه مش هتقع في المشاكل دي. بس خلينا نقول ان انت شخص وزنك كبير جدا ومحتاج تنزل بسرعه، شخص شهيتك مفتوحه مش قادر تسيطر على الشهيه، شخص كل ما تعمل دايت تبوظ، شخص معدل حرقك ضعيف، او شخص ما عندكش وقت تتمرن. فانا هحل لك كل حاجه في الفيديو ده. لو انت معدل حرقك ضعيف نقدر نستخدم حاجه تزود معدل الحرق، ولو انت عندك ثبات في الوزن نقدر نتبع طرق معينه في الدايت تكسر موضوع ثبات الوزن ده وتخلي وزنك يرجع ينزل تاني. ولو انت مش قادر تسيطر على الشهيه فنقدر ناخد حاجه تساعدك انك تسيطر على الشهيه. ولو انت كل ما تعمل دايت ترجع تبوظ تاني، ده لانك بتعمل دايت قاسي ومش مناسب ليك. فهنعمل دايت متوازن لجسمك انت وروتين يومك انت يساعدك انك تلتزم وتقدر تكمل. اما لو انت شخص ما عندكش وقت انك تتمرن فتقدر تتمرن في البيت وتوصل للهدف اللي انت عايز توصل له، مفيش اي مشكله خالص. ولكن ده هيكون مناسب ده الناس اللي سنها كبير او الناس اللي هي هدفها مش انها تعمل عضلات قد ما هدفها انها تخسر وزن وتحسن صحتها وتخلي شكلها كويس ورياضي. انما لو انت شخص عايز يبقى عندك عضلات كبيره والكلام ده فلازم تروح الجيم. اكيد مش هتجيب الاجهزه والمعدات دي كلها عندك في البيت. وطبعا الكلام ده مش هيكون مناسب غير للناس اللي هي ما بتحبش تبذل مجهود في الفاضي، الناس اللي هي عايزه توصل لنتائج مضمونه، الناس اللي هي ما بتحبش تضيع وقتها في الهايف او في تجارب عشوائيه او في شويه نصائح عشوائيه. يعني ببساطه لو انت عايز تريح دماغك من كل ده مش محتاج اكتر من انك تبعت لي رساله، انا هظبط لك كل حاجه. كل حاجه بتكون متظبطه ليك انت، وده اللي بيفرق ما بين شخص ماشي بعشوائيه وشخص ماشي بخطه مخصوص ليه. اللي ماشي بخطه مخصوص ليه هيوصل اسرع، انما اللي ماشي بعشوائيه هيواجه معظم المشاكل اللي انا ذكرتها لك في الفيديو. بس كده، صباحك فل.